معلومتنا اليوم تذهب بنا إلى اسم البسطام، وهي محفظة النقود أو المحفظة الصغيرة التي يخزن فيها المال. وقبل أن نحكي قصة الاسم، البسطام كلمة مغربية تتكون من اسمين، البز وطام. البز في الدارجة المغربية تعني الأطفال الصغار الذين يطيرون كالطيارة من المطار، وطم أي خم، خبئ، اخزن، خبئ. وفي القرن الماضي كان هناك رجل ناضي مغربي ويحارب في ألمانيا. انتهت الحرب، إنه وقت الهرب. عاد ومعه محفظة صغيرة يخزن فيها المال من الشقف والأوراق. بقراق عاد إلى أسرته وعائلته التي تتكون من والديه وإخوته وزوجاتهم والأطفال، أي البز. وهنا المغاربة كانوا يخبئون المال إما تحت الحصيرة أو يلكمتونه في الكتان أو في الجيب نيشان. المهم، في أحد الليالي كان الرجل وزوجته يضعون المال في المحفظة الصغيرة. فجأة دخل عليهم البز، فقالت له الزوجة: البز طم، أي أن الأطفال الصغار هنا، خبئ. وعندما أراد أن يخبئ المحفظة تمزقت، سخط وعرعر، فصنعت له زوجته محفظة للنقود تشبه التي كانت عنده. قال لها: أيمكنك صنع الكثير؟ قالت: إذا كان الجلد وفير. قال لها: لقد دبرنا في بريكول على طول وتجارة حارة، سنصنع ونبيع. قالت: ماذا سنسميه؟ قال: البسطام، لأن البز كان سببا في اكتشاف هذا الشيء، فأطلقوا عليه اسم البسطام نسبة إلى الأطفال الصغار، خبئ، لينتشر هذا الاسم في كل أنحاء المملكة المغربية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والمشاركة.